الزمالك واللعبة الحلوة. الشكل بقى أحلى وبقى أفضل، بس في كام نقطة كده في الشوط الأول لازم نتكلم عنهم. أولا في أول 10 دقايق كان لعيبة قريبة جدا من بعضيهم، وده كان منعهم من اللعب المفتوح والهجمة المرتدة السريعة. تاني حاجة كان في فرصتين، عندنا فرصة الجزيري وفرصة مصطفى شلبي، ودول المفروض ما كانوش يضيعوا. فرصة الجزيري كانت تتاخد خط، فرصة مصطفى شلبي كانت محتاج الاستلام أفضل من كده بكتير والتحكم في الاستلام، ولكن ضاعت دول الاتنين. تالت حاجة ما ننساهاش إن كان في جانب هجومي من جانب مودرن. بصراحة كان في تسديدات مختلفة جانب المرمى، وفي تسديدات على المرمى نفسها، ففي أخطاء دفاعية لابد من التركيز عليها أكتر وتصحيحها. بس بصفة عامة الشكل العام أفضل، واللعب وطريقة اللعب كان أفضل. يا ترى هنشوف في الماتشات اللي جاية حاجة للزمالك أفضل من كده، اللي هو معالجة أخطاء دفاعية، وفي نفس الوقت لازم مساحات تتفتح شوية للعب. إنما إحنا قريبين جدا من بعض، ده بيخلي الكورة صعبة في التحرك، الكورة تتقطع بسهولة. طبعا مودرن قدم شوط كبير، وخطأ طبعا من حارس المرمى أدى إلى الهدف. إحنا ما عندناش لحد دلوقتي هجمة صحيحة قوية مدروسة وملعوبة عن طريق 1 2 3 4 لحد دلوقتي. في عبد الله السعيد لعب أكتر من كورة كويسة، ولكن ما نقدرش نقول إن هو ده أفضل حاجة. لا، في أفضل من كده وأفضل من كده كتير قوي. لازم نقول عبد الله السعيد بصراحة أكتر من مرة يضرب خط دفاع مودرن كله بلمسة سحرية جميلة جدا، عنده الأسيست والباص حلو جدا، ولكن فين باقي الفريق؟ وفي نفس الوقت أخطاء دفاعية في الزمالك قاتلة، ده لازم يتعالج. احنا عندنا كام كرة اتشاطت على الزمالك، كام كرة، وعندنا كام خطأ وكام ضربة حرة المفروض اتلعبت الدنيا. حتى الاستحواذ في الأول كان أفضل، بعد كده في الفترة الأخيرة وفي الدقايق الأخيرة لمودرن زاد جدا، لدرجة إن الشوط انتهى 53% استحواذ للزمالك، 47% لمودرن. قول لنا رأيك في الشوط الأول من المباراة.